الرواية المستدرك على الصحيحين للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله النيشابوري، طبع دار الفكر، طبع في سنة طبع في أي سنة؟ سنة 1430 في دار الفكر بيروت، رقم الصفحة 258. 4395 عن علي أمير المؤمنين عليه السلام بسند صحيح قال: سار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى خيبر، فلما أتاها بعث عمر وبعث معه الناس إلى مدينة أو قصر فقاتلوهم، فلم يلبثوا أن هزموا عمر وأصحابه، فجاءوا يجبنونه ويجبنهم، فسار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. 4395 4395 وافقه الذهبي في التلخيص، قال صحيح، قال صحيح. فالرواية صحيحة إن عمر فر عن اليهود في خيبر، وأنت الذي تفتخر بالفتوحات، وهو الذي فر عن اليهود. والصحابة جبنوه، قالوا ما معنى جبنوه؟ جاءوا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجميعهم شهدوا بأنه رجل جبان فر عن اليهود، وأنت الذي تفتخر على البطولات والشجاعات. فقل لي، هل هذا يستحق؟ هل من يفر ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم؟ إن اليهود أحرص الناس على حياة الدنيا بنص القرآن الكريم، فهم لا يتمنون الموت ولا يريدون أن يموتوا، يخافون من الموت بنص القرآن الكريم. وهذا صاحبكم أجبن منه. فإذا هذا هو شأن هذا، والقرآن الحكيم يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا إلى قتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فعمر فر، فلازم أن نصدق القرآن، فمأواه جهنم، فباء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فهل عندك من الرد؟ إنك لا تجيب، تقول شيء آخر. أنا أسألك سؤال، أنت تتحدث عن شيء آخر.